الطفل يجي راسب، يجي الأب يقلب البيت على راسه، يلزم ابنه يشبع كتل. ليش فلان نجح وانت ما نجحت؟ بشنو مقصر وياك اني؟ مصروف دا انطيك، ملابس دا اجيب لك، خط مسوي لك، ليش حظك اغبر مثل امك؟ ولزم امه همات كتلها وغلط وسب وطفى لاهلها. تدري هذا الشيء اكبر غلط بتكوين شخصية الطفل وتربيته. ابنك ما عنده ذكاء، صفاته الوراثية ضعيفة، مو بيده. شو يسوي؟ ايش قد ما تحاول وياه ما يحفظ بساعة. مو اكو طفل من اول ما يشوف الكلمة يحفظها، واكو طفل 30 مرة تعيد له الكلمة يلا يحفظها. تقصيرك ما له علاقة بابنك. خفف هذا العنف الاسري وتعامل ويا ابنك او بنتك معاملة الطبيب للمريض. الامام علي يقول: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم امر تساء به صباحا وتأتيك المسرة في العشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي.